رحلة النهاردة غير أي رحلة تانية هتعيشوها بمعافرة ومع بطلنا اللي بتبدأ قصته لما يكمل 10 سنين عشان يعرف الفئة بتاعته، والناس كلها متحمسة خصوصا إنه ابن أميرة السيف وسيد السحر، فالكل مستني الفئة الأسطورية بتاعته. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. بطلنا إيريل بعد اجتماع مع أسرته وأخته الكبيرة قبل ما يتوجهوا لاحتفال الفئات اللي كل طفل بيتم منحه فئته فيه، بيكون هو الوحيد الهادي فيهم. هما بيتكلموا وبيسرح بخياله وبعدين بيتوجهوا لمكان الاحتفال، وبيبدأ الكاهن بيقول لهم اتقدموا واحد ورا التاني من اليمين للشمال، وبيخرج اول واحد وبيقف قدام الكاهن. فالكاهن بيحط ايده على دماغه وبيقول له حديد ومطرقه، شايفهم؟ الولد بيقول له ايوه، بيقول له انت حداد. فبيفرح الولد لانه زي ابوه، وبيكمل الكاهن تحديد فئات كل الاولاد لحد ما يوصل لايريل. وقبل ما ايريل يطلع اخته بتقول له ان سلالتك بتاثر على فئتك، فاكيد هتحصل على فئه عاليه. ولما بيتوجه ايريل عشان يطلع الناس كلها بتقول هو ده ابن اميره السيف وسيد السحر، اكيد محدش هينسى العيله دي، هو ابنهم فاكيد هياخد فئه عاليه. الكاهن بيقول لايريل غمض عينك، وبيحط ايده على دماغه فبيغمض عينه ايريل وبيقول للكاهن بس انا مش شايف حاجه. فالكاهن بيقول له بس المفروض يبقى في حاجه كده، ما يبقاش في غير تفسير واحد انك من غير فئه. فالناس كلها بتتصدم، بس رد فعل ايريل بيبقى عادي وكانه لا يبالي. تاني يوم بيكون ايريل بيتدرب قدام امه وابوه، وامه بتقول له ما تقلقش، هنواصل العمل حتى لما نتقاعد عشان ما تضطرش لاجبار نفسك على انك تدور على شغل. وبيرد ابوه ايوه مش لازم تفكر بالموت. فبيرد ايريل انا مش هقتل نفسي او اعتمد عليكم للابد، انا هسعى واوصل للي انا بحلم بيه. وبيقعدوا يفطروا. بيقول لهم ايريل انا مش محبط خالص اني ما عنديش فيها، انا كنت بتعلم فنون المبارزه مع امي من لما كنت صغير، اكيد كان هيبقى اسهل لو اخدت فئه مبارزه او استخدمت مهارات السيف، لكن حتى من غير فئه فانا تقريبا عارف ازاي استعمل السيف بفضل التدريب، رغم ان الموضوع ما كانش تدريب بجد لان امي كانت قويه جدا. عشان كده حتى لو ما عنديش فئة او مهارات مش هخلي الاحباط ياثر عليا. وبيسيبهم ويروح ساحة التدريب، وبيلاقي هناك طفلين اخذوا فئة المبارزة وبيتدربوا مع بعض هناك. فبيشوفوا واحد فيهم فبيقول له مش انت اللي من غير فئة، ليه انت هنا؟ بيرد ايريل وبيقول له جيت عشان اتدرب زي كل الولاد. فبيرد الولد ويقول له احنا مبارزين زي ما انت عارف فمش محتاجين نتدرب، احنا جينا بس عشان نختبر مهاراتنا وهنقدم لك عرض توضيحي يا فاشل. وبيبداوا يتقاتلوا قدامه. فبيقيم ايريل الوضع وبيكلم نفسه ان اول مهارة بيتعلمها المبارزين هي فن المبارزه الاساسي، بيخليهم مقاتلين كويسين لحد معين. فبيقاطعهم ايريل وبيطلب ان حد فيهم يبارزه، فبيضحكوا عليه وبيقول له من غير فئه عايز يبارز مبارز مش هيبقى ليك اي فرصه. بيرد ايريل وبيقول له اعتقد اني هكون منافس جيد. فبيتعصبوا، وواحد بيقول له انت فاكر انك اقوى مني؟ يلا نتبارز، بس قبل ما نبدا انت عندك الحمايه المقدسه صح؟ فبيقول له ايريل ايوه ما تقلقش. بيكمل الولد كلامه فبيقول له يعني اقدر اضربك براحته ومش هتموت؟ بيقول له ايريل ايوه وتاكد انك مستعد لنفس الموضوع. ويبدا القتال، وبيكون ايريل بيدافع كويس واللي قدامه مش قادر يهزمه. فبيطلب من صاحبه انه يتعاون معاه، فبيتخطى ايريل ضربته من ورا وبيرجع يهجم عليهم وبيوقعهم الاثنين وبيقول لهم واضح اني فزت. فالاثنين بيعترضوا وبيقولوا له ده ما يتحسبش، انت استنيت لما قللنا من حذرنا، ما ينفعش تبقى الفايز. فبيتدخل طفل من بره شعره احمر بيقول لهم وقفوا ده، انتوا فاكرين ان العدو هيهتم بجد لو بدات تشتكي كده في ساحه المعركه؟ المبارز الحقيقي بيعرف يتصرف افضل من كده. وبيدخل الولد ابو شعر احمر لايريل وبيقول له انت ابن الاميره المبارزه صح؟ فبيقول له ايوه. فبيكمل واضح انك ورثت موهبه فطريه عشان تقاتل بالمهاره دي وانت من غير فئه، اما دول فمجرد عيال تافهه، ما تخليش فوزك عليهم يخليك مغرور. قاتلني انا هوريك انت اللي من غير فئه ان ايه اللي ممكن يعمله المبارز الحقيقي. انا ابن رئيس الحرس الكابتن ايفانز. فبيفتكر ايريل لما كان بيجي شخص شعر احمر يطلب من المساعده في صيد الشياطين. بيكمل الولد ابو شعر احمر الكلام وبيقول له والدي مش بس بارع في مسك السيف، بل هو كمان قائد حاسم بيحترمه الناس كلها، ومع ذلك والدتك هي دايما المبارز رقم واحد في القريه. فبيقول له ايريل يعني انت متعصب من امي وبتفرغ غضبك عليا صح؟ الابناء بيورثوا مواهب اهلهم، عشان كده ههزمك واثبت ان عائلتي اقوى من عائلتك. وبالمناسبة أنا بقالي سنة من ساعة ما بقيت مبارز، لكني ما سمحتش للغرور إنه يمنعني من التدريب، وتعلمت فن السيف من والدي ووصلت بالفعل لمهارات متوسطة، عشان كده مش هتقدر تهزمني. أنا عارف إنك بتحترم والدك وإنك بذلت جهود كتيرة عشان تبقى مبارز، لكن أمي كمان دربتني على استخدام السيف ومش مستعد إن أنا أخسر قدامك. ويبدأ القتال وبيكون تحركهم سلس والقتال متساوي، وبيقول الولدين كأنهم عاصفة بتتقاتل، هو بجد ده من غير فئة؟ ده ازاي واقف قدام اللي عنده مهارات متوسطة؟ وايريل بيبقى قاعد بيكلم نفسه وهو بيحارب، هو اقوى من الاثنين التانيين، لكن عشان هو متعصب بيخلي ضرباته متسرعة جدا. لو اتمكنت ان انا استغل ده، وبيحاول يقرب، ولما بيقرب بيتفاجئ بهجوم اسمه شطر السيفين، بيحاول يصده وبيصد ضربة فعلا منه والتانية بتيجي فيه. فبيقول له ابو شعر احمر متفاجئ انك صديت الضربة من مسافة قريبة كده. فبيسأله ايريل
ايه كان ده؟ ازاي هاجمتني من مكانين في وقت واحد؟ فقال له انها مهاره هجوميه اسمها شطر السيفين، تقنيه تضرب ضربتين في حركه، شخص زيك من غير فئه مش هيقدر يصدها. رد ايرل ما تبقاش واثق كده، مش هتعرف الا لو جربت. بنروح بعد كده لبيت ايرل واخته بتصحيه من النوم، فبيصحى يبص عليها وبعدين ينام تاني، فبتقول له هصحيك ببوسه صباحيه. فبيقوم ايرل وبيقول ده بقى الصبح فعلا، وبيقوم عشان يفطر. وبعد ما بيخلصوا اكل بتساله اخته هتروح التدريب تاني؟ فقال لها هو ده المخطط النهارده، وبيستأذن عشان يخرج. وبيروح ايرل الغابة وبيكون بيتمرن بالسيف وبيقدر يعمل ضربة شطر السيفين أخيرا، وبيقول لنفسه إني قدرت أتحمل كل الضربات دي عشان أتعلمها، كان الموضوع يستاهل. وفي اللحظة دي بيكون في جوبلين مستخبي وبيهجم على ايرل، فبيجرب ايرل المهارة الجديدة شطر السيفين وبيقدر يهزم الجوبلين بسرعة. وبعدها بيسمع صوت وحش عملاق، فبيقول ايرل ليه في وحش عملاق قريب من القرية كده؟ لازم ابلغ الحراس بسرعه. وهو بيتحرك بيسمع صراخ طفل، فبيبلع ريقه وبيقول لو كده مش هيبقى في وقت انادي الحراس. وبيقول مش مهم، انا بقيت قوي هقدر انقذه. وبيتحرك ناحيه الصوت وبيبص يلاقي الولد اللي شعره احمر واقف مصاب وقدامه جوبلين ضخم، وبيلف ورا الجوبلين وبيقول لنفسه بسبب حجمه الكبير عليه التركيز على ثبات قدمي اكتر من حركه معصمي، التوقيت هو كل حاجه وانا اقدر اهزمه. وابو شعر احمر بيقول لنفسه هو كده انتهى الامر، مش هقدر اواصل، هموت بالطريقه دي، انا اسف يا بابا. وبيسمع في اللحظه دي صوت ايرل وهو بيفعل مهاره شطر السيفين، وبيلاقي الجوبلين مات. وبيكون ايرل واقف بيقول زي ما توقعت، التوقيت وثبات القدمين كانوا المفتاح، كويس اني اخدت بالي. وبيقع ابو شعر احمر على ايرل وبيقول له ايرل انت المفروض تتعافى، فين مياهك المقدسه؟ فبيبص الواد على الارض، فبياخد ايرل باله انها مكسوره، بيقول له طيب ممكن تستخدم بتاعتي، وبيديها له يشربها. فبيتشفي بسرعه، بيمسك ايرل وبيقول له ايه التقنيه اللي انت استعملتها دي؟ فبيقول له ايرل شطر السيفين. فبيرد ابو شعر احمر اللي لحد دلوقتي ما نعرفش اسمه ما تبقاش سخيف، شطر السيفين حركه معقده ما ينفعش حد ينفذها الا لو عنده المهاره. بيرد ايرل ان ايوه هي معقده وعشان كده اخذت وقت طويل وجهد اضافي عشان اتعلمها. ببساطه اي حد بيملك القوه والسرعه الكافيين هيقدر يعملها لو ضبط توقيته. وفي الواقع انت السبب الوحيد اللي خلاني اكتشف ده اصلا، انت استعملت المهاره دي ضد مرات كتير خلال قتالنا، وان اشوفها واجربها عن قرب هو اللي علمني، انا فكرت فيك كل يوم من اللحظه دي. فالواد ابو شعر احمر بيرد عليه وبيقول له الكلام ده سهل انه يتقال لكن الواقع مش بالبساطه دي، لكني شفتك بتعملها. بيرد ايرل هو ممكن ما يبانش عليا بس انا بكره الخساره، وعشان كده كنت عاوز اتاكد ان المره اللي هنتبارز فيها مش هخسر قدامك، فاتدربت كتير ودلوقتي انا بحصد ثمار التدريب ده. تمام، لو ده هدفك فايه رايك مباراتنا الجايه تبقى دلوقتي وهنا؟ ايرل بيقول له انت متاكد؟ بيرد يقول له ايوه، انت انقذت حياتي واديت ميتك المقدسه، اقل حاجه اقدر اقدمها لك هو رد الجميل. وبيبداوا القتال والاثنين بيستخدموا مهاره شطر السيفين، وبيتفاجئ ابو شعر احمر ان الضربتين بتوعه اتصدوا، وبيلاقي ضربه كمان ضربته. فبيقول له ايه ده؟ فبيرد ايرل ضربه ثالثه. فبيرد المفروض يكونوا اثنين، الاسم بيقول كده. بيقول له ايرل ممكن يكون ده صح بالنسبه لك، لكن شطر السيفين بتاعتي ما بتعتمدش على مهاره، عشان كده مفيش قيود محدده ليها واقدر اغيرها زي ما انا عايز. وبصراحه دي اول مره اجرب الضربه الثالثه، وده كله بفضلك برضه. فبيتعصب ابو شعر احمر بيقول له المفروض انك من غير فئه، ازاي تقنيتك اقوى مني؟ انا المبارز الحقيقي. فبينفخ ايرل وبيقول له يعني عاوز تختبر مين الاقوى تاني؟ فبيرد ايوه، ممكن ما يبانش عليا لكني بكره الخساره، اتعلمت السيف من والدي وما ينفعش اخسر خصوصا قدام خاسر زيك من غير فئه، اكيد سيفي اسرع من سيفك. وبيبدا القتال وفعلا بيحاول يصد الضربه الثالثه لكنه بيفشل وبيقع على الارض. وبيسال ايرل اللي بيوجه السيف لوشه عشان يعلن هزيمته ازاي كان سيفك اسرع المره دي؟ انت كنت بتهون معايا قبل كده؟ فبيرد ايرل ابدا، زي ما قلت لك كله بفضلك، لما شفت شطر السيفين بتاعتك تاني عدلت قوه ضربتي وطورتها. وبيسيبه ويمشي. وبعد كام يوم وايرل قاعد مع اهله، امه بتقول ان ابن ايفانز انطلق لمدينه بريسيجيا النهارده. فبيسال ايرل ايه هي بريسيجيا؟ قالت له امه دي مدينه السيوف، كنت بشتغل فيها قبل ما اتجوز وكنت بقاتل في النقابات هناك. فبيصرح ايرل بانه عاوز يروح هناك. بننتقل لمشهد سينمائي جميل، عربية بتقل بعض المسافرين في وسط الطريق، وسواق العربية بيقول لهم أعزائي المسافرين المحطة الجاية بعد ما نعدي الجبل هي بريسيجيا مدينة السيوف. وبنعرف ان اتنين من الركاب، واحدة مبارزة سيفين والتاني محارب همجي، ودي من الفئات المتقدمة. فبيقول لهم سواق العربة ان انتم حتى بين الفئات المتقدمة ففئاتكم أقوياء بشكل خاص. وبعدين بيقول لهم لو مش ممانعين ممكن تستعملوا قوتكم وتحاربوا الاورك دول. بيرفض الاثنين وبيقولوا دول بيرسلوا فرق كامله عشان تقضي عليهم، احنا بنرفض نخاطر بحياتنا عشان ناس تانيين. فالسواق بيقول يبقى كده لازم نهرب احنا كمان. فبيلاقي واحد من الركاب بيتقدم وبيهجم على الاورك، وبيطلع ايرل بس كبر، وبيكون بيتحرك بسرعه كبيره بمهاره اسمها اندفاع البرق، والوحوش بتبدا تحاصره فمش بيقدر يستعمل المهاره دي وسطهم، فبيقتلهم كلهم بشكل يوحي انه بيرقص بمهاره اسمها رقصه النصل. والمهاره دي مهاره من فئه اميره السيوف
اللي هي للستات بس. فالسواق بيستغرب انه ازاي قدر يستخدمها، وبيقدر ايرل يهزم الاورك كلهم ومعاهم ملك الاورك لوحده. وبيروح لسواق العربيه بيقول له يلا نكمل طريقنا، انا محتاج اتدرب ابقى اقوى. فالسواق بيقول له اعتقد انك قوي بالفعل. بعدها بنرجع فلاش باك كده قبل 5 سنين من النهارده، وايرل بيتدرب قدام امه، فبيستعمل قدامها مهاره شطر السيفين. فبتقول له انا تقريبا لسه بحلم، انا شفتك بتستعمل مهاره شطر السيفين. فبيرد ايرل وبيقول لها ايوه انا عملت كده. فبتكمل كلامها وتقول يبقى اكيد انا بحلم، انا مش مصدقه اني بحلم بده، شكلي ما تقبلتش ان ايرل من غير فئه. فبيهديها ايرل وبيقول لها امي ده مش حلم، انا اتعلمت بجد ازاي انفذ شطر السيفين. الامر اخذ مني كتير من التدريب لكني قدرت اعملها، وانا محتاج اعيد اتقان مهارات تانية برضو. وبعد ما اتعلمها عايز اروح لبريسيجيا واختبر قوتي وصلت لايه. بنرجع لارض الواقع والسواق بيصحي ايرل وبيقول له اننا وصلنا بريسيجيا، وبيقول لايرل انك لازم تنضم لاحد النقابات، معظم المبارزين هنا بيشاركوا في بطولات القتال وبيعيشوا من جوائزها. فايرل رد قال له ما عشان كده انا هنا عايز اقاتل اقوى المحاربين، وسابه ومشى. وبيتمشى ايرل في المدينه فبيلاقي النقابات اللي بتطلب المبارزين للانضمام، وفجاه بتيجي واحده من وراه وتطلب منه الانضمام لنقابتها وبتقدم له عقد التسجيل في نقابتها على طول. فبيرفض ايرل وبيسيبها ويمشي. فبتمسكه وتقول له انت ازاي ترفض وانت حتى ما بصيتش عليه. بيرد ان محدش محبط لتجنيد مبتدئين بالشكل ده الا لو كنتم نقابه صغيره عندكم نقص في الاعضاء. فبتقول له لا نقابتنا مشهوره جدا. فبيقاطع ايرل كلامها وبيقول لها ايه اقوى نقابه هنا. فبتقول له بجد انت بتسالني سؤال زي ده، انت ما عندكش اي اخلاق. المهم بتقول له الشفره السوداء. بيروح ايرل لمقر الشفره السوداء وبيقف في طابور تقديم اللي بيكون طويل جدا، ولما بيوصل لاول الصف اخيرا بيساله مسؤول الاستقبال ايه فئتك، فبيقول له اني من غير فئه. فبيضحك موظف الاستقبال وبيقول له كده اتفضل امشي. فبيقول له ايرل ما ينفعش تستثنى حالتي، انا واثق اني هعدي الاختبار بتاعكم. فبيقول له لا القواعد هي القواعد. وبيمشي ايرل لباقي النقابات وبرضه بيحصل له نفس الموضوع، بيترفض من كل النقابات عشان هو ما عندوش فئه. وبيقعد ايرل محبط وبيقول لنفسه انا ما كنتش متخيل ان الفحص المبدئي هيبقى بالصعوبه دي. وبيفتكر جواب التوصيه اللي امه بعتته معاه لنقابتها القديمه، وبيقول كنت فاكر انها بتبالغ بس تقريبا كده هي توقعت ده. وهو قاعد بتيجي من وراه البنت اللي كانت بتحاول تضمه لنقابتها من شويه، وبتقول له خليني اخمن انت لسه ما لقيتش نقابه صح؟ ايه رايك تنضم ليا؟ بيقول لها لا برضه، وبيبدا يمشي في المدينه عشان يوصل للنقابه، وهي ماشيه وراه بتحاول تقنعه. وبيقرب يوصل للعنوان فبتقول له على الاقل زورنا. فبيقول لها ما تدوري على حد تاني على الاقل ممكن يقبل. فبتقول له احنا قريبين اصلا، وبتشاور على النقابه. فبيلاقي ايرل مقرها شبه مقر الشفره السوداء، يعني نقابه كبيره. فبيقول لها امال ليه عندكم اعضاء قليلين؟ فبتقول له عادي هنرجع عصرنا الذهبي ناب التنين خالده للابد. فكما توقعت عزيزي تطلع هي نقابه امه. المهم بيدخل وبيقابل والدها اللي بيبقى مش كويس وبيسيبهم ويمشي. فبتقول لايرل ان ابوها كان افضل سياف في بريسيجيا بس بعد ما فقد دراعه وهو على الحال ده. وبتقول له انت كده غيرت رايك. ايرل بيقول لها لا انا مصمم على الانضمام للنقابه دي، وبيوقع على العقد على طول. فبتاخد منه العقد وبتقراه بتلاقيه كاتب فيه انه بلا فئه. فبتقول له بلاش هزار دلوقتي. فبيقول لها بس انا مش بهزر، وبيوريها بطاقه هويته. فبتقوم تجيب سيف وتقول له من الافضل انك تلغي العقد ده لو عايز تفضل عايش. فبيقول لها ليه؟ فبتقول له عشان المفروض انك على الاقل يكون عندك مهارات السيف الاساسيه عشان تنضم لاي نقابه. وبتبقى متعصبه. فبتدخل بنت من بره شعرها احمر اسمها راينر، وبنعرف ان بنت صاحب النقابه اسمها ليليا. بتجري ليليا عليها وبتقول لها كنت مبسوطه اني لقيت حد ينضم بس طلع بلا فئه. فبتقول راينر مستحيل، وتبص في وشه وبتقول له انت مش فاكرني؟ كنا بنتدرب مع بعض في نفس القريه. فبيقول لها بس انا مش فاكرك، انا متاكد اني كنت هبقى فاكر حد جميل زيك، بس انا فاكر اني اتدربت مع حد عنده نفس لون شعرك بس ده كان ابن ايفانز. فردت قالت له ايفانز ما كانش عنده غير ابنه والابنه دي هي انا. بيرد ايرل بيقول لها اسف ما كنتش متخيل انك نفس الشخص. فراينر بتطلب منه ان هو ينافسها عشان تحدد اذا كان يستاهل انه ينضم او لا، وعشان هي مش هتخسر منه تاني. بتبدا المبارزه وبتستعمل راينر نفس المهاره اللي استعملتها قبل كده وهي شطر السيفين، وبيرد ايرل بنفس المهاره لكنه مش بيقدر يصدها. فبيقول لها ايه ده ازاي؟ فبترد تقول له انت استهنت بيا زي ما قلت لك، انا بقيت اقوى واتدربت لمده 5 سنين. وبتوقع السيف في الارض وبتقول له السيف ده اتقل ب5 اضعاف من السيوف العاديه، مش هتقدر تفوز لمجرد انك بتصد هجماتي بس. وبتهجم عليه تاني فبيبعد عنها وبيقول لها اعتقد كان غلط انك تقولي لي سر قوتك. بتقول له ما تقلقش اصلا مش هيبقى عدل لو ما اديتكش شويه افضليه. فبيرد ايرل ويقول لها لو دي سرعتك القصوى فمش هحتاج اصلا ان تلمس منك. فبتتعصب راينر وبتهجم عليه وبتكتشف انها صوره ظل. بيهجم عليها ايرل من ورا وبيقول لها انت كمان قللتي مني. فبتقول له بس مهاره الظل مهاره من الفئه العليا، ازاي قدرت تستعملها؟ فبيقول لها ببساطه اتعلمت ازاي اتحرك بسرعه كبيره. فبتقول له اكيد في اكتر من ده. فبيقول لها اكيد كتير من الجهد والتدريب.
المهم بيغفلها تاني وبيلاحظ ايرل انها ما فقدتش حاجز الحمايه المقدس مع انها انضربت مرتين. فبتقول له راينر ان مقاتلو الشفرات عندهم مهاره اسمها العزيمه، فضرباتك مش كفايه عشان تعمل لي ضرر، تهجم تاني. فبيستعمل ايرل مهاره الصد المتقن وبيهزمها وبيقول لها ان دي مهاره صد لاميرات السيف اتخصصت فيها امي. بتعيط راينر ان ايرل لسه اقوى منها وبتمشي، وبيرجعوا لاوضه الاجتماعات وبتقول له ليليا انت متاكد انك مش هترجع في كلامك؟ بيقول لها انا وقعت العقد خلاص، وهي كده مش هقدر انضم لاي نقابه تانية حتى لو عايز. ليه كنت ملحه انك عايزه عضو ضروري؟ فبتقول له اننا علينا ديون كتير، بس في معركه نقابات كمان اسبوع، كل اللي علينا اننا نكسبها وبعدها هيبقى عندنا كفايتنا من الفلوس لسداد الديون وفائض كمان، بس كنا محتاجين 3 اشخاص على الاقل للمشاركه، فعشان كده كنت بدور على عضو ثالث. بيقول لها ما تقلقيش، كل اللي علينا اننا نفوز بالبطوله. فبيلاقيها قلقانه، فبيقول لها مالك؟ بترد تقول بس احنا هنواجه فريق من 5 واحنا 3 ومش عارفين قوتهم. فبيقول لها ايرل ده احلى حاجه، ده سبب اني جيت هنا اصلا. تاني يوم بتعلن ليليا عن انهم رسميا يقدروا يشاركوا في مسابقه النقابات، وان المسابقه بنظام الاقصاء الفردي، يعني الكسبان على الارض، والنقابه اللي بتخسر هي اللي بيتهزم كل اعضائها، وان اهم حاجه اننا ما نواجهش منافسين من الرتبه A، لان احنا كده كده عندنا 2 من الرتبه B، وبما انك يا ايرل هزمت راينر فانت كمان من الرتبه B، ومفيش اصلا في بريسيجيا كلها غير 20 مقاتل من الرتبه A، وبتسيبهم وتروح عشان تعرف اسم النقابه اللي هتواجههم. وبعد ما بتمشي ايرل بيسال راينر انها تضربه بالسيف وهو فيه غمضه، فبتقول له ان السيف بتاعها مش زي السيف العادي، فبيمسكوا ايرل وبيحركوا بمنتهى السلاسه. فبتقول له ازاي عملت ده من غير مهاره القوه الجباره؟ بيرد بان عندي اكتر من القوه الجباره، المهارات اللي انا بستعملها اكتسبتها من خلال التدريب اليومي. بتقتنع راينر وبتبدا تضربه بالسيف، وبعدها بتيجي ليليا بتجري بسرعه وبتقول لهم في خبر وحش، انا عرفت النقابه اللي احنا هنواجه النقابة الأولى حاليا الشفرة السوداء، وهم عندهم 8 مبارزين من الرتبة A، وزعيم نقابتهم جورج مش بيحب نقابتنا وعايز ينهيها. بننتقل بعدها ليوم المسابقة، وبيكون الناس متجمعين كلهم، وبيكون كله مراهن على فوز النقابة الجديدة الشفرة السوداء. وليليا بتقول لهم انها سحبت فلوس تاني وراهنت على نقابتهم، فارل بيقول لها بس كده هنخسر، قالت له لو خسرنا نخسر واحنا بنحاول. وبيجي جورج يقاطع كلامهم وبيقابل ليليا ويقول لها سمعت انكم ضميتوا مبارز من غير فئة، الموضوع ده مضحك، بس على الاقل المفروض تشكريني لاني انا اللي سعيت عشان نقابتكم تواجهنا وحاولوا تغلبوا على الرتب ايه بتاعتنا. وبيسيبها ويمشي. بيدخلوا جوه عشان نبدا المعركه، وبتقدم المقدمه المبارزين، وبيدخل ايرل الحلبه وبتقدمه على انه من غير فئه، وبينزل قدامه رتبه ايه، والناس كلها مصدومه ان في حد جاي يقتل نفسه وهو من غير فئه. بتبدا المبارزه وبيهجم على ايرل بطعنه خطيره، ويبقى فاكر انه هزمه لانه فعلا بيطعنه، بس بيكتشف انها نسخه ظل. بيضرب اللي وراه وبتبقى برضه نسخه ظل، بيلاقي 3 ظل وبيقربوا يهاجموه، بيصدهم وبيلاقي ايرل هجمه وطعنه، وبيقول له انا الحقيقي، اما ال3 التانيين هم نسخ. بيقول له 3 نسخ مستحيل، وهو بيقع في الارض. بيرد ايرل ان امه كانت بتصنع 5 نسخ على الاقل في التدريب، وكانت اسرع من كده ويبقى ايرل متضايق انه ما قدرش يقلد طعنته، وبيقول انا محتاج اتدرب اكتر. بيدخل المتنافس التاني وبيهاجم ايرل، بس برضه بيهزمه. والتالت بيدخل وبيهجم عليه بمهاره برجله كده، بس برضه ايرل بيتفاداه وبيهزمه. ويبقى كله مش مصدق ان ايرل هزم 3 من الفئه ايه بسرعه كده. بيبدا المبارز الرابع يدخل ويبقى مبارز درع، وبيقول لايرل بطل تكذب، انت مستحيل تكون من غير فئه. ايرل بيقول له صدق زي ما انت عايز، بس مبارزين الدرع مقرفين قوي، مش عارف اثر عليك بسيفي، فلازم استنزفك واحده واحده. بيهجم عليه مبارز الدرع بمهاره اسمها ضربه الدرع، فايرل بيستعمل مهاره المبارز اللي قبل ده وبيصدها وبيوقع الدرع. بيقول له انت ازاي استعملت المهاره دي؟ بيرد ايرل قلدتها بس كانت ضعيفه، وبيستعملها تاني فبيضربه. بيقول له بس ده مش ممكن. بيرد ايرل بيقول له في مهارات عايزه تدريب متقن، بس برضه في مهارات اقدر اعملها من اول مره زي مهارتك كده. وبيروح يمسك الدرع وبيهجم عليه وبيهزمه بمهارته. الناس كلها بتتصدم وبيبقوا خايفين ومش مصدقين انه من غير فئه، وبيطلبوا بطرده. فبتقوم المنظمه بعرض بطاقه هويته على الناس كلها، فبيتصدم الناس اكتر انه فعلا من غير فئه. بتبدا المباراه الاخيره وبيدخل ساموراي الحلبه، بيقرب من الكتانه بتاعته. ايرل بيقول لنفسه لسه ما سحبش سيفه، بس انا حاسس بالخطر، من الخطير اني اقرب منه. فبيقول له الساموراي انت كويس على فكره وذكي، عشان مش عايز تقرب، كانت خطتي اني اخليك تقرب مني وانهي الموضوع بهجمتي القاضيه. فيبدا ايرل يقرب واحده واحده. فبيقول له غريب انت عرفت خطتي بس قررت تحفر قبرك بنفسك. بيرد ايرل اننا مش هنتحرك من مكاننا لو انا اللي ما بداتش الهجوم، وكمان عايز اشوف مهارتك. بيرد بيقول له بس ده مش ممكن، اللحظه اللي هفعل فيها مهارتي انت هتبقى على التراب. بيقرب ايرل اكتر وبيقول لنفسه انا هبدا بنسخه مني، وبعدين بيقول لا الراجل ده هيفهم على طول انها نسخه. بيقرب اكتر فبيسحب التاني الكتانه بسرعه، فبيختفي ايرل من قدامه. فبيقول مستحيل، دي ما كانتش نسخه ظل،
انا متاكد ان هو اللي كان واقف قدامي. بيظهر ايرين وراه وبيقول له انت فعلا سريع، انت ممكن تكون اسرع حد شفته هنا، بس انا اتدربت على ايد حد اسرع منك. وبيهجم عليه بمهاره والدته اعصار الطعنات وبينهي النزال. ونقابة أنياب التنين بتسد ديونها من الرهان بتاع ليل، بس رئيس نقابة الشفرة السوداء بيبقى متضايق وبيقول إن ده مش هيعدي بالسهل. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ لو محتاج تعرف أو مهتم ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقولي رأيك في الكومنتات. وبس كده يا عزيزي، سلام.